السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كيف بقيتوا؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وصحه جيده. اليوم كيف العاده الموضوع نتاع شيماء. كيف ما كنقولوا اي زواج كيبدا كيقولوا لها كيبدا الزواج الملاوط. بعد يجتمع الامثله، الزواج الملاوط كيسالى الزراوط، هي هذه ليهم هي. تلاقى معاهم عائله طماعه، هما كيقولوا بالله عائله طماعه، من الادويات اللي سمعنا نتاع الام نتاعها بالله كيبينوا بالله عائله طماعه. وبالصدفه جا معاهم راجل طماع اكثر منهم، باترون ديال الحيل ومغيز شغالو، عارف كيفاش يضحك على البنات ويقلب عليهم الطابله. والمصيبه الكبيره هي النسيبه اللي خرجت في هذاك الاوديو، ولكن بان لي هذاك الاوديو انه مقطع ودار، وهو اللي مقطع وهو اللي مقادو باش زعما يبين بالله امها هي اللي طمعه فيه. وكيقول لها في اللايف انها هي ميمتي، ومع انه هي صغر منه. واش هذا الشيء معقول؟ واش هذا الشيء ماشي غير قله الحياه؟ كيقول لها مهم ناضوا في اللايف كيتسابوا كيتعايروا. قالت لي تبع هادشي على بنتي غادي نسخن الزيت وغادي نخويه لك على وجهك تيتحرقوا عينيك، كاين حاجه بحال هكا. وكيف ما شفتوا ان زواجهم تم بسرعه كبيره من غير ما يكون عندهم فتره الخطوبه كافيه باش يتعرفوا على بعضياتهم. شيء ما كانت فاقده الحنان نتاع الاب، وتربت غير مع جدها ومع امها اللي كانت مريضه. لقات زعما في هذا الراجل هذا بالحنان والكذوب، وهو كيكذب عليها وهي متيقه، صافي تزوجوا بسرعه. ولكن الحقيقه بدات كتكتشف من بعد الايام الزواج، يومين من 3 ايام، ما كملوش 4 ايام حتى ظهرت الخلافات العنيفه والمعامله السيئه كما لاحظتوا كما شفتوا في اللايف نتاعها. كان كيعاملها معامله خايبه. بدا شكون اللي بدا المشكل؟ هو اشرف. بدا كيدير في التيك توك لايفات وكيهضر وكيهددها بالتشهير الا ما خرجت تعتذر قدام الناس. من جهه اخرى شيماء عاوتاني دارت هي اللايف، وكما شفتوا خرجات وكتقول دار لي هددني يعنفني، تعنيف جسدي ولفظي. صورها وهما في علاقه وكيصيفط داك الشيء لصحابو كيتفرجوا فيه وكيضحكوا. شيماء خرجت بحقائق صادمه في العرس، انها هي اللي تكفلت به كامل، حتى المصاريف نتاع العقد ونتاع الزواج، وكرات هي الفيلا، هي اللي دارت نقافات، هي اللي المهم نقافات وهذاك الشيء كامل نتاع العرس هي اللي دارته. وكان كيطالبها بالكود نتاعها، وخدا لها الكود نتاعها والحساب نتاعها اللي كترزق منه الله، وفيه مبالغ مهمه اللي خداهم ليها. اشرف ما تقبلش هاد الاعترافات، خرج هو باللايف مضاد، بدا كيتهم شيماء بالخيانه مع الخليجي، كيحاول يشوه الصوره نتاعها قدام المتابعين. وزاد خطوره الامر بسرب الاوديوات نتاع الام نتاع شيماء. كما قلت لكم هذاك الاوديو اللي مخدوم عليه، خلى غير اللي بغى وحيد اللي بغى. كانت كتقول فيه انها مريضه بالسرطان، وان بنتها هي اللي كانت كتصرف عليها من ناحيه الدواء والدار والكرا والمصاريف نتاع الدار. امها مسكينه ما سكتاش وخرجت مع بنتها في اللايف وردت عليه بحده كما قلت لكم، وواجهت لي عده رسائل كما قلت لكم، راه حيحات عليه ما خلات له ما بقات له. اتهمته بالنصب وبانه كيضحك على بنتها باش يوصل للشهره. قالت انها غادي تتابع قضائيا التشهير والتسريبات. اكدت ان بنتها مازال صغيره وغادي تبدا حياتها من بعد الطلاق. نصحت البنات كاملين ياخذوا عبره وما يتسرعوش بالزواج بلا معرفه الحقيقه. بالنسبه للمسكينه امها، من بعد هذه المواجهه القويه الام ما قدرتش تحمل الضغط والفضائح وفقدت الوعي وهزوها للطبيب وفي حاله خطيره، خصوصا انها اصلا مريضه بالسرطان. وهذا الامر زاد تعقيدا على شيماء اللي لقات راسها بين ازمه زوجيه وضغط نفسي كبير بسبب الام نتاعها.
شنو نقول لكم على القضيه نتاع شيماء واشرف؟ ما بقاتش مجرد خلاف عادي، ولكن تحولات لدرس مجتمعي كيهم بزاف ديال البنات. الزواج بسرعه مع بنادم ما كتعرفيش كيوصل لكارثه. الاستعمال الخاطئ للتيك توك واللايفات ولكن ولي وسيله تشهير، كيولي وسيله تشهير والفضائح. الطمع والشهره وتقلبي على المصلحه نتاعك ولا غالب في العلاقات. هاد الوقيته هادي الام رغم المرض نتاعها كانت واقفه مع بنتها وفضحات اشرف على الملأ، حيت هو راكم عارفين راه حرايمي وكيبان فيه ماشي راجل ديال الكلمه. عارف كيفاش كيربط الاوديوات المكالمات المسجله باش يبقى ماسكها عليهم زعما باش مره اخرى يبتزهم. كل كلمه كيقولها ولا كل حركه مسجله باش الا هضرات ولا حاولت تفضحو يلوح لها الدليل. هذا هو النرجسي البنات، كيدخل من باب الاستفزاز وكيخرج ليك اسوأ ما فيك. من بعد كيقول لك شفتوا هذه وهذه وشفتوا شنو دارت وشفتوا كيقلب عليها الطاوله ولا كيقولوا كيقلب عليها الطابله. زد عليها البنات ديك وتا هي مسؤوله، لاش تا هي راه تا هي عند راسها. من كدير هذاك اللايف وخارجه بهذاك العبايه وبداك الزيف والناس كاملين كيكشتوا في الكومونتات علاش هذيك العبايه وهذاك الزيف فوق راسك. مي كنتي معاه كنتي كتلبسي الكساوي المعريين وصافي بحال اللي رابطك بحال بالمينوط وعارفه كيفاش بينها ضعيفه قدام الناس وكيبان هو الراجل المسيطر. شنو نقول لكم؟ والفلوس اللي كانت كتهضر عليها انه نصب عليها بزاف ديال الحوايج، هو كيقول لا انا ما خسرت والو وغير السبوعه وصافي. السبوعه اللي كان كيصيفطهم لها واللي حولاتهم هي فلوس. واش هذا معقول؟ واش داخله بالنيه باش تعيش حياتها هو داخل باش يتشهر على ظهرها؟ والمصيبه الناس حتى هذيك 180 مليون اللي تبيرطاو على اللايفات طلعت غير كذوب وزواق. هو اللي كيقول وخا هكاك صافي باللعب. هو دوز عرام ديال العيالات، زوج طلق بحال شي لعبه، بحال شي ورقه كيكتبها وكيولي كيقطعها. اليوم مع هادي وغدا مع الاخرى ومن بعد طلق ويرجع يضحك. اما هي مسكينه راه داخله بنيتها وكيتقول غنولد هذا العام ونحقق الاحلام نتاعي. البنات اللي كاين اللي كيعاود يسبك مره، كان اللي كيبقى يسبك المره الاولى راه يسبك المره الثانيه والثالثه وعمره ما غادي يتبدل. راه داكشي ولا سعاده فيه. داك هو اللي كنقولوا له الرجل النرجسي. ما تنساوش ماشي كلشي اللي كيضحك اللي باغي لك الخير. بعض المرات كيضحك معاك باش يستغلك وباش يبان هو فوق منك وانتي تبقاي ديما لتحت. ونزيد نكمل لكم الاشراف اللي هو بالنرجسي وسيكوباتيه، كيعتمد على اسلوب التشويه والابتزاز، كيستغل اللايفات للشهره والربح المالي. كيف ما كيشتو كيجمع لها حوايجها وكيرميهم. علاش داير نتا اللايف؟ غير منك راسك صافي يجمع لها حوايجها ورميهم واللي مابقيتش باغيهم وانها هي زعما اللي فضحاتكم. شنو نقولوا على مهم بعدا شوهات وهاد الشيء هذه ماشي بحال سكينه سهيله مسكينه اللي كانت كتهضر معاه بالصواب والاداب وكتقول له غير اجي شوف ولدك ولا اجي دير له العمليه ولا يعطيه النفقه نتا. مسكينه كانت صبره وسهيله وعايشه مع ولدها ومع امها وبعيده عن المشاكل. الناس كيشوفوها محدوده حيت تفادت الوقوع مع اشرف. كيعطيوها صوره ايجابيه مقارنه مع شيماء اللي فضحاته. بالنسبه للعائله كيتهموا بلا امها هي طماعه بسبب هذاك الاوديو اللي كيف ما قلت لكم. من خرج هذاك الاوديو هذا قالوا حتى الماين طامعه كانت طامعه في الراجل. الناس كيقولوا حتى امها وعائلتها زادوا النار في القضيه ما ساعدوش بنتهم. والقضيه بدات بالزواج والطلاق، تقلبت لواحد من اكبر الفضائح اللي تابعها المغاربه في التيك توك. الكل متورط، وشيماء اشرف والعائله وحتى الجمهور اللي ولا كيساهم في الانتشار ديالها بالضحك والتعليقات. في النهايه ما بقات مساله حب ولا زواج، ولكن مثال حي على كيفاش المشاكل الشخصيه كيتحولوا لمسرح عمومي واللي كيتصدر فيه الكبير والصغير. والخاتمه من هذا الموضوع هذا
القصة صادمة ومؤلمة، بما أنه واحد شيماء الضحية وأشرف باين أنه كان طامع في الفلوس والشهرة. الأم مسكينة لقات راسها وسط زوبعة حتى ولا الوضع الصحي نتاعها كارثي. العبر اللي خاص البنات ياخدوها، ماشي أي واحد كيبان حنين في الأول يستاهل الثقة، خاص الخطوبة، خاص الوقت باش الواحد يبان على حقيقته، وخاص البنات يستمعوا النصائح الأمهات اللي كيكونوا يشوفوا بعيد وبعين أخرى. المهم هذه هي القصة كاملة، اللي بغى ياخذ منها العبرة ياخذ. وشكرا لكم بزاف على المتابعة. اللي معايا فوق راسي واللي ضدي حتى هو فوق راسي على حسب التعليق اللي كتقولوها، كتقول كنت متفقة مع مضامنة مع شيماء، وشوية كتقول مضامنة مع أشرف، أنا مضامنة حتى مع شي واحد آخر، حتى مع شي واحد. أنا كنشوف هذاك الشيء اللي كنحلو وكنقولوا أنايا المهم كل واحد كل واحد وكيفاش كيحلل هذاك الشيء اللي قدامه. كاين اللي كنعاود الواقع كيف ما هو بلسان شعبي ومن القلب. وتهلاو في راسكم، والى فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.